عملاقة قرمشة. من تركيا لديالى، اقوى واكبر مطعم للقرمشه صار موجود بديالى. تعالوا خلينا نجربه. تعالوا نبديها من المطبخ ونشوف الشغل. واختاريت ابديها من المطبخ لان هو اكثر جزء مهم بالنسبه لي والكم. بديتها من الزيت، والاول قطعه كريسبي، حضرت الفاهيتا والكريسبي رول، والنظافه تسولف. اللي خلاني اركز بالمطبخ وبهرني كل الاجهزه حديثه ومتطوره، وهذا هو السر اللي خلاهم يصيرون اكثر من 25 فرع. وفعلا ثبت لي اسم على مسمى، عملاق القرمشة. كودو كودو وصل لديالى. راح احكي لكم عن المكان شي بسيط لين الصورة تسولف. المكان كلش نفه وبطابق ارضي وطابق خاص للعوائل، هاي اعتبرها اهم فقرة بالمطعم. مكان مخصص للاطفال كلش نفه، تمنيت العب وياهم، كلش راح يتونسون وانتم ترتاحون. قعداته والمكان كلش هادئ ولطيف، وهاي مفاجأة لطلاب الجامعات. قريبا راح تنفتح الباريستا وتلقون كل شغلاتكم اللي تحبوها. المكان به هواية جلسات، وهاي اكثر جلسة حبيتها. صدق استمتعت بالبرجر بهذا المكان. عنوانه صاير بعقوبة تقاطع القدس، مجمع القدس الجديد. هذا هو كودو كودو فرع ال25 بديالى.